بيبدأ مسلسلنا مع طفل في الغابة وبيكون معاه الكلب بتاعه، وفجأة بيلاقي الكلب بينبح جامد وبيتجه لمنطقة معينة، وبمجرد ما الولد بيروح لهناك بيلاقي حاجة غريبة بتحصل في الأرض حواليه، كأن في عاصفة ترابية بتكبر لحد ما بيختفي الولد تماما، ومش بيتبقى منه غير العكاز بتاعه وكلب صغير جدا نفس نوع الكلب اللي كان معاه. وبعد كام سنة من اللي حصل ده، وتحديدا في 2021، بنشوف 3 مراهقين في مدرسة فرنسية وبيبقوا بيتصوروا مع اصحابهم كلهم، لان دي اخر سنة وهيدخلوا مدرسة الثانوية. ابو نضارة ده من اصول عربية واسمه بلال، اما صديقه التاني الروش ده فهو اسمه سام، وعنده اخ اصغر منه اسمه فيكتور ودايما معاهم، واخر واحدة هي رومان. وبنعرف انهم متربيين مع بعض من زمان، ورابط الصداقة بينهم قوي جامد، وبيبان على فيكتور ان هو شخص مش متفائل خالص، خصوصا لما بيقول لهم بكرة تتخرجوا وتبقوا عواطلية علشان البلد ما فيهاش شغل، فبيحضنوا بعض هما التلاتة علشان يهونوا على بعض أعباء الدنيا، وبيتفقوا يتقابلوا بالليل في المكان السري بتاعهم علشان يحتفلوا بعيد ميلاد بلال. وبنشوف إن صوفيا عايشة مع أمها اللي شغالة كاشير في سوبر ماركت، وبعد ما بتروح تسلم عليها بتسيبها وبتجيب أختها الصغيرة كاملة من المدرسة، ودي بتبقى أختها من الأم بس، لأن والد رومان متوفي وأمها اتجوزت من شخص اسمه هارفي، فبتخلف منه كاملة وبيتطلقوا فترة علشان مدمن قمار. بس النهارده بتتفاجئ رومان ان هو رجع علاقته بامها وهينتقل للبيت من تاني، لكن بيبان انها متضايقه وحاسه ان مفيش امل ان هو يتغير فعلا. اما سام واخوه فيكتور فبيقعدوا مع بعض في البيت يتكلموا عن رومان، وده لان سام معجب بيها وبيفكر يعترف لها، بس المشكله ان هو خجول جدا ودي اول علاقه في حياته، ورغم ان فيكتور هو الصغير الا انه بيشجعه علشان يعترف لها في الحفله النهارده. فبيقول له سام انا خايف ما توافقش، فبيقاطعه فيكتور وبيقول له يا عم ده المدرسه كلها بتحبك، مستحيل تقول لا لعيل حلو زيك كده. بس بيبوظ عليهم الليله الاب والام، وبنعرف انهم اغنياء ولكن شغلهم بيخليهم مسافرين اغلب الوقت، ولسه راجعين دلوقتي وبيحاسبوا كودي على اعمال السنه، وبيبان انهم قاسيين جدا في الكلام معاه. حتى الاب بيقعد سام وبيساله اذا كان فيكتور عمل اللي عليه السنه دي، فبيتردد سام ومش بيقدر يرد عليه، فبيثبت الاب وجهة نظره وبيطلع سام اوضته وبيبعدوا عن الموضوع. ولما بيخلص فيكتور وبيطلع له بيبقى متضايق منه وبيقول له ازاي ما تقفش جنبي وانت اخويا الكبير، وبيسيبه ويمشي وهو زعلان. وفي الوقت ده بنشوف بلال اللي بيبقى عايش مع امه لوحدهم بعد وفاة ابوه، وبيبان ان هو طول الوقت مشغل اغاني في السماعات، وليه العالم بتاعه يعني امه واللي اسمها صوفيا بتعرفه انهم طلبوها في الشغل ولازم تنزل حالا، وبتأكد له انها لما ترجع هتديله هدية عيد ميلاده. وبيبان ان علاقتهم ببعض قوية جامد، ولما بيدخل الليل بيتقابل المراهقين ال4 علشان يروحوا للمكان السري بتاعهم، واللي بيبقى عبارة عن كوخ مجهز في الغابة. بس بنلاحظ ان في لافتة بتقول المنطقة دي خطيرة جدا، لكن الاولاد بيتجاهلوا الكلام ده وبيروحوا للكوخ وبيقفلوا على نفسهم. ومن هنا لازم نركز في كل اللي هيتقال علشان تقدر تحل اللغز الغريب اللي هتسمعه ده. ال4 اصدقاء بيبدأوا يحتفلوا بعيد ميلاد بلال، وفيكتور سارق ازازة تفاح من بيتهم وجابها معاه، لكن بلال بيكسرها وهو بيحاول يفتحها، لكن مش بيهتم وبيبدأوا الاغاني والاحتفال. وبيبان على نظرات بلال ان هو مبهور برومان وبيحبها، بس لما الدنيا بتهدى بيشوف سام وهو قاعد معاها وبيعترفوا البعض بحبهم، ولكن فجأة الكهرباء بتبدأ تقطع في المكان وبتحصل حاجات غريبة. سام عمال يشوف رومان قدامه باشكال صادمة، مرة عجوزة ومرة طفلة صغيرة. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والمصيبة ان لما الدنيا بتهدى سام بيلاقي اصحابه كلهم اختفوا من المكان، بس بيظهر شخص بالغ فجأة، وده بيخوفه جدا ازاي قدر يدخل اصلا وهم قافلين الباب من جوه. لكن سام مش بيهتم وبيفتح الباب وبيطلع يجري علشان يدور على اصحابه. اما الراجل اللي في الكوخ فبيبقى مشتت جدا وعنده صداع شديد، وبمجرد ما بيبص في المراية بيتصدم من شكله، ده هو بلال، وبطريقة ما اتحول للنسخة الكبيرة في السن، بس الصداع بيرجع له من تاني وبيبقى هيدمره من قوته لدرجة ان هو بيغمى عليه من التعب. وبيصحى بعد شوية وبيطلع من الكوخ وبيسمع اصوات الشرطة وهي بتقرب من المكان، وبيندهوا على الاطفال ال3 اللي اختفوا. وبنعرف ان صوفيا ام بلال بتشتغل في مركز البحوث النووية، ولما سابته وجرت على الشغل كان عندهم تجربة لجهاز هيغير مسار البشرية، والتجربة دي فشلت، وده اللي كانت متوقعاه صوفيا العبقرية
شوية من قبلها، فبتبص على الجهاز بحسرة وبتطفيه. الموضوع ده شكله ليه علاقة باللي حصل في الكوخ ولا ايه؟ خصوصا ان الكوخ موجود في نفس المنطقة بتاعة مركز البحوث ده، وبتبقى الشرطة وصلت للكوخ وما لقوش اي حد. وكلام سام غريب جدا بالنسبة لهم، ازاي اختفوا فجأة والباب فضل مقفول من جوه. وبتيجي مكالمة لصوفيا بتعرف فيها ان بلال ابنها مفقود، وبتتصدم وبتركب عربيتها بسرعة علشان تروح تشوف الحكاية. ولكن هنا بتلاقي بلال البالغ داخل العربية ويتكلم معاها، فبتفتكره حرامي في الاول وبتديله كل اللي معاها علشان مش وقته. بس بيصدمها لما بينده عليها باسم ماما، بيقول لها انا بلال وبيديها معلومات كتير عنه علشان تتأكد. لكن صوفيا الشخصية البالغة العملية وبتصاب بنوبة هلع، وبتفكره عمل حاجة في ابنها وعرف الكلام ده منه، علشان كده بتقفل العربية كلها عليهم وبتفضل تضغط على الكلاكس. فعلا ضباط الامن بيسمعوا وبيتحركوا ناحيتها، لكن بلال بيبقى كسر ازاز العربية وطلع يجري وهو مش عارف يعمل ايه. وبتقعد العائلات كلها مع سام وهم مش فاهمين حاجة، وبيطلبوا من سام يفتكر شكل الراجل البالغ اللي شافه في الكوخ. بس والد سام بيبقى مستغرب كلامه جدا، ازاي يعني اختفوا والباب مقفول؟ فبيقول لسام الشرطة لقت ازازة خمرة متكسرة، مش يمكن كنتوا سكرانين؟ فبينكر سام انهم شربوا. وبنلاحظ ان الاب بيتعامل مع سام بمنتهى الهدوء ولا بيحسسه باي ضغوط او مشاكل. وخليك فاكر الحتة دي كويس علشان هنحتاجها قدام. وبتيجي نتائج تحليل سام وبيتأكدوا ان هو فعليا ما كانش شارب عصير التفاح، علشان كده بيبدأوا يسمعوا اقواله بشكل فعلي. الملازم بيقعد معاه وبيخليه يشرح له شكل الراجل الكبير والمواصفات بتاعته، وبتفهم صوفيا ان هو نفس الراجل اللي جالها في العربية، لكن مش بترضى ان هي تتكلم دلوقتي. اما بالليل بنشوف بلال وهو مستخبي ومستني امه تنام علشان ينزل للقبو وينام وهو زعلان وحاسس بالوحدة، او بمعنى اصح حاسس ان هو في مكان مش مكانه. وعلى الجنب التاني بتصحى كاملة مش بتلاقي اختها رومان جنبها، فبتستغرب وبتنزل تلاقي الام منهارة وهارفي عمال بيواسيها. وتاني يوم والد سام بيدخل عليه يعرفه ان هو رايح لمركز الشرطة علشان يكمل باقي اجراءات فيكتور، وبيقول له لو احتجت اي حاجة عرف بس امك وملكش دعوة. واثناء ما سام كان قاعد بيسمع صوت خبط في البيت من تحت، فبينزل يلاقي الباب مفتوح لوحده. ولما بيرجع غرفته بيلاقي بلال البالغ قدامه، بيخاف على طول لانه مش عارف مين الراجل العجوز ده. فبيفضل بلال يقول له معلومات عن صحوبيتهم محدش يعرفها غير بلال صاحبه. سام بيهدى شوية لما بيسمع التفاصيل، ومع ذلك بيسأله كام سؤال خفي علشان قلبه يطمئن. وبيقول له انا عندي ندبة في جسمي، قول لي هي فين وايه سببها؟ فبيقول له بلال ده حرق مش ندبة، وكان بسبب فيكتور اخوك. ساعتها سام بيهدى وبيدخل في حالة ذهول وانبهار، اللي هو ايه اللي حصل لك يا بلال؟ لكن بيتجاوز اي حاجة وبيحضنه علشان لسه كويس وما حصلهوش اي حاجة. هو حصل له بالفعل بس مش موت يعني او كده. المهم خلينا نكمل. الاتنين بيقعدوا مع بعض وبيحاولوا يفهموا هو ايه اللي حصل. وبيلاحظ سام ان في دبلة في ايد بلال، ولما يشوفوا هما الاتنين المكتوب عليها بيتفاجئوا. ده بلال البالغ شكله متجوز سنة 2031، يعني بعد 10 سنين بالظبط من دلوقت، بس مش بيبقى مكتوب اسم الست اللي اتجوزها. ولما بيحاول بلال يفتكر اي ذكريات عن حياته بيفشل، لكن بيهدي نفسه علشان يفكر صح، لانهم لازم كمان يلاقوا فيكتور ورومان اللي مش عارفين لحد دلوقتي وهم فين. وهنا بقى عايزك تركز معايا علشان هوريك اللي حصل يوم عيد الميلاد تاني بس من نظر رومان. بيروحوا لعيد الميلاد وبتعترف لسام بحبها، لكن فجأة بيحصل انقطاع الكهرباء الغامض، ولما النور بيرجع بتلاقي نفسها لوحدها في الكوخ مع فيكتور. وبنشوف ان وقت العطل اللي حصل في مركز البحوث النووية هو نفسه اللي حصلت فيه حادثة الكوخ الغامض. وبنشوف رومان وفيكتور بيدوروا على بلال وسام في كل حتة، وبتتصدم رومان انهم اختفوا رغم ان الباب لسه مقفول من جوه. فبيطلعوا بره المكان ويحاولوا يتصلوا عليهم بس التليفونات مقفولة، وفيكتور بيخمن انهم بيهزروا اكيد. بس رومان بتبقى قلقانة جدا لانها كانت في لحظة رومانسية مع سام واكيد مش هيعمل فيها كده. فبيهديها فيكتور وبيأكد لها ان كل حاجة هتبقى كويسة، واكيد دلوقتي هيظهروا هنا ولا هنا. خصوصا اخويا سام مخبيش عليكي كان مرتبك اصلا النهاردة، وممكن يكون خاف ولا حاجة وهرب من المكان. وبيعدي الوقت على سام ورومان وهم في الكوخ بدون فايدة لحد ما يقرروا انهم يرجعوا بيوتهم، يمكن يكونوا روحوا. وبتروح رومان لحد بيت فيكتور وبتتصدم ان سام مش موجودة، فيروح لأم بلال وبيلاقوا الوضع نفسه، بلال مش موجود في اي حتة. فبيروح فيكتور معاهم
للقسم علشان يعملوا بلاغ، وبنلاحظ ان ابوه وامه قاعدين جنب بعض بعيد عنه وكأنهم بيواسوا نفسهم على المصيبة الجديدة اللي عملها فيكتور، وقاعدين بترتيب مختلف تماما عن اللي شفناه في العالم الاصلي مع سام. والملازم بياخد كلمتين من مورجان وبيروحها، وبيجي الدور ساعتها على فيكتور، فبيدخل فيكتور مع ابوه وامه علشان يحكي للملازم اللي حصل، ولان صعب على حد يصدق انهم اختفوا والباب كان لسه مقفول، فالوضع بيبقى قاسي جدا على فيكتور. ولما بيعرف الاب موضوع عصير التفاح اللي كان في الكوخ معاهم، بيبدأ يعنف فيكتور بالكلام القاسي، بيقوله انت دايما كده، لازم تعمل خدعة او حيلة في اي حاجة، انت اكيد اللي خدتها للكوخ. لكن فيكتور بيفهمه ان كلهم خططوا للموضوع علشان عيد ميلاد بلال. والام بتحاول تلطف الدنيا قدام الملازم وبتقول لفيكتور يعني متعود على المقالب شوية، فبيقاطعها الاب وبيقول مش كفاية حادثة سام. ساعتها فيكتور بيتضايق جامد وبيقول له انت عارف انها كانت حادثة غصب عني، انتوا ليه شايفين ان انا حاولت اذي اخويا؟ فبيبدأ الاب ينفعل بشدة على فيكتور لدرجة ان الملازم بيتدخل علشان يهدي الجو بينهم، وبيوجه كلام لفيكتور وبيسأله عن سبب منطقي لاختفائهم. بس للأسف فيكتور ما كانش عارف فعلا، ورغم كده بيشوف من امه نظرات بتقول بيها انه بيخترع قصة، وده بيضايقه اكتر. اما رومان فبتقف امها جنبها وبتدعمها جدا بعد اللي حصل، وحتى لما بيشوفها هارفي بيقول لها ان شاء الله هيلاقوهم بالسلامة، انا عارف ان الوقت مش مناسب بس انا عرضت على امك الجواز تاني وهي وافقت. فبتقول له كويس جدا، حاول تخليها مبسوطة المرة دي. لكن اول ما رومان بتلف وشها بنلاقي بيتصل على واحد بتاع قمارة علشان يروح يلعب عنده النهاردة، وبيدخل يسرق فلوس الست الشقيانة ام رومان. وفي الوقت ده بيبقى الملازم بيتكلم مع صوفيا عن بلال وبتأكد له انه ما عندهوش اي ميول للهروب نهائي، بلال كان مبسوط وعايشين كويس، مستحيل يفكر في الهروب بأي طريقة ممكنة. وبتحكي له ان والد بلال مات وهو صغير، ومع ذلك بلال كان طفل هادي وجميل ومخليهاش تتعب في التربية، وبتتمنى انه ما يبقاش ضايع في الغابة لانه مش مغامر ابدا. وبالليل بتتصل رومان على فيكتور تطمن عليه وتعرف اللي حصل، وبيبقى الموضوع مأثر عليهم جامد ومش فاهمين ايه اللي حصل بالظبط. بس فيكتور صاحب الافكار السوداوية بيقول لها ده شكله زي موضوع ثانوس، ضغطة واحدة بتخفي الكل، كنا 4 وبقينا 2. فبتضحك رومان اخيرا، لكن بتتضايق تاني لما بيقول لها كان المفروض ياخدني انا ويسيب سام، كان هيبقى افضل للجميع لو انا اللي اختفيت. بس رومان بتحاول تفك عنه وبتقول انا مبسوطة انك معايا دلوقتي، لو ما كنتش موجود وقت ما حصل موضوع الكهف انا كنت هفقد صوابي. وفي العالم الموازي يا صديقي واللي هو العالم الاصلي بالمناسبة، بنشوف سام بيتمشى مع بلال في الغابة، بلال اللي بدأ يجيله الصداع من تاني، لكن المرة دي بيشوف ذكريات عن حياته في المستقبل، وبيشوف ان هو متجوز وعنده بنتين كمان. فبياخدوا سام يقعدوا في قبو قديم عندهم محدش بيروح عليه، وبيطلب منه يفضل هنا ما يخرجش خالص لان الشرطة دلوقتي بتدور عليه بعد ما اداهم مواصفاته. فبيتفق انهم يروحوا تاني ويقول لهم مواصفات زيادة، وفعلا بيروح سام للملازم وبيجيب رسام علشان يغير في الشكل شوية اللي وصفه لهم. وبيستغرب الملازم جدا من الموضوع، خصوصا انه بيقول دلوقتي ان هو كان من غير نظارة وشعره وشكله كله بقى غريب، لكن بيضطر يمشي على الوصف وبيطبع الصورة على كده. ولما بيروح الملازم يعاين عربية صوفيا بيتخيل اللي حصل والطريقة اللي هرب بيها، وبيفهم انه هيلاقي بصمات في العربية. وتاني يوم بنشوف بلال قاعد بيصطاد على البحر وهو قاعد زعلان انه بعيد عن ام صوفيا، وصوفيا هي كمان بتطلع هدية عيد ميلاده اللي كانت محضرها له، لدرجة انها بتنهار وبتقعد تعيط على ابنها اللي اختفى. ولما بيروح سامي البيت بيلاقي ابوه بيشرب عصير تفاح في وقت زي ده، وكمان بيلاقي صورة لمدرسة داخلية خارج البلاد، وبيفهم ان ابوه كان عايز يبعت فيكتور لمدرسة داخلية بعيدة عنهم. فبيقول له الاب ده ممكن يبقى سبب هروبه. وبنعرف ان يوم ما خلى سام يطلع اوضته قعد هو والام يتكلموا مع فيكتور بشكل قاسي، ووقتها عرفوا انه هيروح مدرسة داخلية يقعد فيها كام سنة لحد ما يكبر شوية، وبيحاولوا يفهموه انها هتبقى فرصة كويسة. لكن فيكتور شايفها عزلة طبعا عن صحابه وكل حاجة بيحبها، وبيقول لهم سام هو المثالي مش كده، انا مش هروح في حتة ومحدش هيجبرني. فبيزعق له الاب وده بيخلي فيكتور يتعصب وبيقف وهو قافل على ايده بمنتهى الغضب اللي في الدنيا. بس ام سام بتقطع حبل الذكريات وبتقول لسام ان صوفيا عايزة تتكلم معاه شوية، وبتعدي صوفيا تاخده بالعربية وبيروحوا لمكان الكوخ، وبتخليه يشرح لها اللي حصل بالتفصيل مرة تانية، يمكن يلاقوا خيط يحل لهم
الاختفاء الغريب. وبيفهم سام من كلامها انها شافت بلال، لكن ما صدقتش انه ابنها طبعا وقتها، بس باين عليها الشك في الموضوع لان قال لها حاجات ما يعرفهاش غير بلال. كل اللي تعرفه صوفيا ان في حاجه غلط حصلت. فبيقول لها سام انا متاكد ان هو بخير، معرفش هو فين لكن لازم تتاكد ان هو كويس دلوقتي. طبعا صوفيا بتفكر انه بيدعمها نفسيا مش اكتر. وفجاه بيلاقوا الكوخ بيتفتح وطالع منه الملازم اللي بيحقق في الموضوع هو كمان، وجاي يكتشف اي خيط. وبيبان على الملازم ان هو متحمس لحل لغز القضيه الغريبه، وبيعرفهم انه امبارح وهو بيتفرج على التلفزيون انقطعت الكهرباء في المنطقه كلها، وده نفس الوقت اللي اختفوا فيه الاطفال وفصلت الكهرباء عنهم في الكوخ. ساعتها صوفيا بتفتكر لما كانت في الشغل وحصل عطله عندهم هم كمان، وده عمل فشل في الجهاز. والاول مره بتبدا تربط اللي حصل بمركز البحوث النوويه، فبتقرر ترجع الشغل وتتكلم مع مديرها وبتقول له اديني يومين بس وانا هقدر اشغل الجهاز من تاني. ورغم ان دي حاجه شبه مستحيله وكانوا هيقفلوا المشروع على كده، الا ان المدير واثق في قوتها العقليه وبيوافق فعلا. وبتبدا تشوف تفاصيل اللي حصل بالكامل، وبتلاقي ان التيار الكهربي ده دمر جزء كبير من الاسلاك في الجهاز، ومع ذلك بتقبل التحدي علشان تفهم الحقيقه كامله. وفي الوقت ده سام بيبقى حاسس بالوحده الشديده ومفتقد اخوه وصاحب عمره. ولما بينزل على الاكل بيشوف الاب بيكلم المحامي في التليفون علشان موضوع فيكتور، والحاله بتبقى حزينه برضه عند ام رومان. وحتى كاميلا قاعده لوحدها وهي زعلانه. ولكن العالم الموازي يا صديقي بنشوف رومان قاعده مع كاميلا وبتفكر برضه، وفيكتور الضغوط زادت عليه في البيت لوحده وما بقاش عارف يعمل ايه. ولما بيندهوا عليه علشان ياكل بينزل وبيلاقي ابوه بيكلم المحامي في التليفون، بس علشان موضوع سام يا صديقي. صح معايا، ما هو كل واحد مختفي من العالم التاني. الام بيقع منها طبق الاكل بيتكسر، فبتقعد في الارض وتعيط على سام. ولما بيحاول فيكتور يقومها بترفض وبتخليه بعيد عنها. وساعتها بيشوف الاب بيجي يخليها تقوم، وبيفضل يفتكر كل التفاصيل والمعامله القاسيه اللي بيشوفها من ابوه وامه. وحتى لما بيتعافوا بعيد عنه وكانه منبوذ، وده بيزود شعور الغضب عنده. وبيفضل يقفل على ايده بشكل عصبي جدا، لكن بيمسك نفسه في النهايه وبيقوم يطلع اوضته. وهنا بنشوف الورد اللي كان قاعد قدامه دبل ومات، وشكلنا كده داخلين على قدره غريبه من العيار التقيل. بعدها بنشوف بلال وهو بيفتكر لمحات من حياته المستقبليه، وبيشوف بناته حرفيا بيلعبوا حواليه. فبيجيب سام وبيحكي له فورا، وبيسأل نفسه هو ازاي معاه دلوقتي هنا وسايب وراه حياه كامله. فبيقول له بلال الاكيد اني جاي من المستقبل، ولو قدرت اعمل كده ممكن رومان وفيكتور يبقوا عملوا كده هم كمان، بس هم ضايعين في مكان ما في المستقبل. فبيناقشوا سام في فكره انه ممكن يبقى جاي من المستقبل يمنع حدوث كارثه، انه مثلا يحصل حاجه او راجع ينقذ العالم. مفيش حاجه اكيده لسه، لكن اثناء الدردشه بيفتكروا الطفل اللي اختفى من 4 سنين في الغابه. وبيبحث سام على النت وبيعرف انهم ملاقوش غير العكاز بتاعه، بس بيلاقوا بيانات والد الطفل وانه لسه عايش هنا. فبيقرر انهم لازم يروحوا يفتشوا في بيته. وبيعمل سام خطه بسيطه، وهي ان بلال البالغ يعمل نفسه صحفي ويشغل الوالد شويه لحد اما سام يتسلل لجوه البيت ويبدا يدور على اي حاجه تساعدهم في التحقيق، لانه شاكك ان الولد ده اختفى بنفس الطريقه اللي حصلت معاهم. وفي الوقت ده الملازم بيجيله تحليل بصمات اللي كانت في العربيه، بس بيلاقي في معضله كبيره بالنسبه له، لدرجه ان هو بيجيب شرطي زميله يشرح له اللي حصل. بيقول له دلوقتي في 3 بصمات في العربيه بشكل اكيد، واحده منهم للام صوفيا والتانيه لابنها الصغير بلال، اما التالتة بقى فهي المفروض لشخص بالغ طوله 1.5 متر. بس المعمل الجنائي اكد انها نفس بصمة بلال، حاجة كده مستحيلة تماما لان مفيش انسان على وجه الارض بصمته نفس بصمة التاني. وبنشوف ام رومان وهي عند الدكتور وبتلاقي الجرايد كلها كاتبة عن اختفاء بنتها وفيكتور، فبتزعل وبتبعت لهارفي علشان يروح يجيب كاميلا من المدرسة مكانها لان ممكن تتأخر عند الدكتور. اما الملازم فبيقرر يروح يزور صوفيا ويتكلم معاها شوية. ولما بيتكلم معاها عن الشخص اللي ندهها باسم ماما بتقوله الحقيقة انا ما بقتش فاكرة كويس، لان الموضوع بيسبب لها ارتباك كبير جدا لما تفكر فيه. وبيرفض الملازم يعرفها بموضوع البصمات علشان ما تقلقش، وبيبان ان الاتنين عندهم شغف كبير للي بيعملوه ودي حاجة مشتركة بينهم. اما هارفي فبيقعد يلعب قمار من تاني اونلاين وبيخسر كل اللي معاه، والوقت بياخده طبعا وبيلاقي انه اتأخر على كاميلا. فبياخد العربية وبيجري
بيجري على المدرسة فورا، وبيتصدم اول ما يلاقيها خرجت من شوية ومش موجودة، فبيطلع يدور عليها حوالين المكان، وبتبقى كاميلا قاعدة عند قطة صغيرة بتأكلها زي ما اتعودت تعمل دايما بعد المدرسة مع رومان. فبيشوفها هارفي وبيحمد ربنا، والا كانت هتبقى مشكلة كبيرة. فبيجيب اللوم على امها وبيقول لها امك مضغوطة شوية علشان موضوع رومان، علشان كده نست تجيبك فانا جيتلك على طول. بعدها بنشوف سام وهو بيجهز بدلة لبلال علشان المقابلة، وفعلا بيروح لوالد الطفل اللي اختفى من 4 سنين وبيقول له انا صحفي وعاوز اتكلم معاك شوية. فالراجل بيصدقه وبيفتح له بيته فعلا، بس بيتصدم لما بيلاقي كلب جوه، لانه كده ممكن يمسك في سام لما يدخل. وبيدخل سام فعلا بكل هدوء علشان يشوف اي دليل، والكلب بيجري عليه، ولكن سام بيقدر يتعامل معاه بلطف ومش بيطلع اي صوت. وبيحكي الاب لبلال ان ابنه كان معاه كلب لما اختفى، بس لما راح الاب ما لقاش غير العكاز والكلب اللي معاه في البيت حاليا، بس كان لسه صغير وقتها. فبيتصدم بلال لانه ممكن يبقى نفس الكلب بس صغير في السن. وسام بيلاقي صورة معينة فبياخدها وبيخرجوا من البيت على طول، وبيعرفوا بلال اللي حصل وبيقول له اكيد الكلب ده سافر عبر الزمن زي ما حصل معايا. فبياخدوا سام للمكان اللي اختفى فيه الطفل لانه شافه في الصورة، والمفاجأة بالنسبة لهم ان المكان ده بعيد بشوية عن الكوخ السري بتاعهم. العيال اتأكدوا ان الطفل ده اتأثر زيهم بالظبط. وفي العالم الموازي اللي بتعيش فيه رومان وفيكتور بنشوف ان عدى 4 سنين على حادثة اختفاء سام وبلال، وبيبقى فيكتور كبر ودخل المدرسة الثانوية، بس بيبان عليه التوتر والعصبية طول الوقت، حتى ان زمايله بيتعمدوا يتريقوا عليه ويتنمروا عليه وبيضربوه بالكورة، لدرجة ان فيكتور بيتعور في مناخيره. ولما بيتكلم مع الشاب اللي ضربه بيتريق عليه وبيقول له هتعمل ايه يعني، هتخفيني زي ما عملت في اخوك؟ الموضوع شكله معلم مع فيكتور حتى بعد مرور السنين. فبيقعد فيكتور في جنب حزين ومتضايق، فبتشوفه بنت معاه وبتعامله بلطف شديد، ولأول مرة من وقت طويل فيكتور يرتاح ويتمشى معاها، بس بيتصدم لما بتسأله اذا كان اذى اخوه سام فعلا زي ما الناس بتقول، وبيفهم انها بتحاول تقرب منه علشان تعرف مش اكتر. اما رومان فبنشوف انها بقت تشتغل كاشير في نفس السوبر ماركت اللي امها بتشتغل فيه، وبتقابل صوفيا وهي بتلم الحاجات وقررت تمشي ومش هتستنى حتى اخبار الجهاز الجديد اللي هيتعمل قريب. وبتديها مذكرات بلال وبتقول لها اكيد بلال كان هيحب انها تكون معاكي. فبتروح رومان للبيت وبتفتح دفتر المذكرات وبتلاقي في صور كتيرة ليهم كلهم سوا، وكم صورة لرومان لوحدها، وشافت كمان ان بلال كان بيرسمها اغلب الوقت. فبتفهم انه كان معجب بيها ولكن ما قالهاش، وعلشان تخرج من الطاقة السلبية دي بتروح تلعب شوية مع كاميلا وامها. وبنشوف ناس جايين البيت يتكلموا مع هارفي، وبنكتشف ان هو لعب قمار على فلوس مش بتاعته وخسر، والناس جايين عايزين يبيع اي حاجة ويديهم فلوسهم. فبيوعدهم هارفي انه هيسدد في اقرب وقت، وبيقول لهم انا اتفقت مع مراتي نبيع البيت خلاص والفلوس هتبقى معاكم وزيادة كمان. وتاني يوم هارفي بيروح يسرق فلوس مراته كالعادة، بس مراته بتشوفه ساعتها وبتقعد على السرير وحاسة بخيبة الامل. بتقول له انا عارفة انك كنت بتسرقني بقالك فترة، بس انا سمعت اللي حصل امبارح كمان، انت عايز تبيع بيت بنات يا هارفي. انا كنت فاكرة انك ممكن تتغير لكن مفيش اي فايدة. وصوتهم بيعلى وبتبدأ رومان تسمع اللي بيحصل، والام بتتعصب وبتطلب منه يمشي من بيتها فورا، وبتفضل تضربه بالاقلام. وبسبب الضغط الرهيب اللي حاسة بيه بتتعب جدا وبيجيلها نوبة قلبية. رومان بتجري عليها فورا وبيطلبوا الاسعاف، ولكن للاسف الام بتموت بشكل مؤثر للغاية. واثناء ما رومان وكاميلا كانوا مروحين مع هارفي من العزاء بتحس رومان انه مجهز لكارثة. وفعلا اول ما بيدخلوا للبيت بيقول لها بص يا رومان، انت كمان شهرين هتتم السن القانوني وتعملي اللي نفسك فيه. ساعتها انا قررت ابيع البيت واخد بنتي كاميلا واسافر لبلد تانية. وقبل ما تتكلم اصلا بيقول لها انا مش بطلب رايك، انا بعرفك وخلاص. فبتعرض عليه تشتغل وتديله نص اللي بتكسبه زي ما كانت امها بتعمل، لكن هارفي بيتعصب وبيرفض. ولما بتطلب منه حضانة كاميلا لانه مش هيعرف يراعيها بيأكد لها انه ابوها والمحكمة عمرها ما هتسمح بغير كده. وبنشوف ان فيكتور بيتعرض للتنمر الشديد في المدرسة لدرجة انهم عملوا فيديوهات لوشه والكرة بتخبطه، وفيكتور بيتحرك جدا وهو في الفصل والكل بيضحك عليه، وبيفضل ضاغط على ايده بمنتهى العصبية لدرجة ان الساعة بتفضل تلف لوحدها ولمبة الفصل بتتدمر تماما، ومحدش طبعا فاهم اللي بيحصل. وبعدها ابوه بيجي ياخده من المدرسة وبيقول له انا هوصلك وهمشي علشان عندي شوية شغل بخلصه. ولما بيرجع فيكتور للبيت
البيت بيفضل يفتكر ذكرياته مع اخوه وبيبان ان هو قاطع بيه على الاخر. ولما بيسمع في الاخبار كلام عن حادثة الطفل اللي اختفى بنفس الطريقة قبل كده فبيقرر يبحث ورا الموضوع يمكن يوصل لنتيجة، وبيربط اللي حصل ده باختبارات مركز البحوث، لان وقت اختفاء الطفل زمان كان برضه في اختبار اتسبب في قطع الكهرباء، فبيبعت رسالة لرومان علشان تقابله ويتكلموا عن الموضوع. ولما بيقابلها مش بتكون رومان مقتنعة بكلامه، خصوصا لما بيقول لها فيه اختبار هيحصل قريب، تعالي نروح نقعد في الكوخ ونستنى نشوف ايه اللي هيحصل، لكنها بتبقى مستسلمة وعندها من المشاكل ما يكفي، فبيقول لها هستناكي بالليل وبيسيبها ويمشي. فبتفكر رومان في كل اللي حصل معاهم وبتقرر تتقابل مع فيكتور في الغابة ويدخلوا الكوخ فعلا، وبيولعوا شمع ويستنوا اللحظة المناسبة. فبتقول له رومان عارف لو رجعنا بالزمن فعلا هحاول ابعد هارفي ده عن حياتنا نهائي. فبيقول لها فيكتور وانا ممكن اغير والدي. ولما بيعدي الوقت ومش بيحصل اي حاجة بتحس رومان باليأس وبتقرر تمشي، لكن بمجرد ما بيطلعوا من الكوخ بيلاقوا عليه شرايط كتير وشكلهم كده رجعوا لوقت الحادثة فعلا. لو الفيديو ده عجبكم عرفوني في الكومنتات اعمل لكم الجزء التاني. وبس كده.